الأرمن: خيانة الدولة مع ألد أعدائها. ولسه مكملين مع الحرب العالمية الأولى والخيانات اللي حصلت فيها، لكن المرة دي اللي خان الدولة العثمانية ما كانش فرد، ده كان شعب كامل، وهو الشعب الأرمني. في الوقت ده كان الأرمن عايشين في شرق الأناضول، وكانوا واخدين حقوقهم كاملة وعاشوا قرون تحت حماية الدولة العثمانية، وبيبنوا كنايس وتجارتهم شغالة وكل حاجة تمام. وكانت الدولة العثمانية وقت الحرب بتحارب روسيا في المنطقة دي، لكن اللي حصل في الحرب دي قلب الطاولة على العثمانيين، والأرمن شافوا إن الدولة العثمانية خلاص بتموت، وإن ده الوقت المناسب اللي يستقلوا فيه عنها، فبدأوا يتحالفوا مع الجيش الروسي ويتعاونوا معاه، وقدموا للروس معلومات كتير عن تحركات الجيش العثماني وساعدوه في تخريب خطوط الإمداد العثمانية. ومش بس كده، ده بدأوا يشكلوا عصابات مسلحة ويهاجموا معسكرات الجيش العثماني، وبقوا يضربوهم في ظهرهم، وبدأوا يعملوا تمردات مسلحة في مدن وقرى شرق الأناضول، وهاجموا قوافل الجيش وقتلوا مدنيين مسلمين من الأتراك والكرد. وفي معركة ساري قميش، أنور باشا كان بيحلم بنصر كبير يعيد أمجاد الدولة، وفكر انه يطوق الجيش الروسي من 3 جهات. ولما دخل الجيش العثماني، الجبال كان البرد غير طبيعي والشتاء كان قارس، والعثمانيين ما كانوش عاملين حسابهم على البرد، ومات اعداد كبيره منهم قبل ما يواجهوا الروس اصلا. والارمن ضربوا ضربتهم في الوقت ده، ودلوا الروس على مكان الجيش العثماني وهاجموا خطوط الامداد والمؤن. وفي الحرب دي مات اكتر من 90,000 جندي. طبعا انور باشا كان سبب من اسباب الخساره في المعركه دي، بل ان هو السبب الاكبر. لكن انور باشا برر خسارته في المعركه دي انها كانت بسبب البرد والخيانه، وبسبب الخساره في الحرب دي هيبه الجيش العثماني راحت في القوقاز، والهزيمه دي شجعت الروس على التوغل اكتر في اراضي الدوله، وخساره عدد كبير من الجنود كانت الدوله في امس الحاجه ليهم في جبهات تانية. طبعا الخيانه دي خلت الدوله العثمانيه تاخد موقف من الارمن وتعاقبهم بالتهجير من بلادهم، وعملت مذابح ضدهم. البشوات ال3: مذابح ومجاعه وخسائر بالكوم. بعد عزل السلطان عبد الحميد الثاني وتعيين أخوه محمد رشاد، بقى اللي مسيطر على الحكم في الدولة العثمانية هو حزب الاتحاد والترقي، واللي كانوا مجموعة ضباط وسياسيين شباب عايزين يعملوا إصلاحات في البلد، لكن مع الوقت تحولوا لطامعين في السلطة. ومن التنظيم ده طلع 3 مسكوا مفاصل الدولة، وهم طلعت باشا الصدر الأعظم، وأنور باشا وزير الحربية وقائد الجيش العثماني، وجمال باشا حاكم الشام والأسطول وقائد الجيش الرابع. وال3 دول خلوا السلطان محمد رشاد حاكم سوري، وبقى هم اللي بيحكموا البلاد بشكل فعلي. وساعتها خدوا القرار انهم يدخلوا الدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولى علشان يستردوا الاراضي اللي ضاعت من الدولة العثمانية قبل الحرب. وكان انور باشا متحمس جدا انه يتحالف مع المانيا، لكن الدولة ما كانتش جاهزة للحرب دي، لا عندها اقتصاد قوي يقدر انه يصرف على الجيش، ولا الجيش نفسه كان جاهز. وبرغم كل التحذيرات اللي جات لهم انهم ما